المعاشات كان في تعديل لبعض المواد. هذا التعديل بيتصدى لمشكلة المعاش المبكر وبيؤدي إلى زيادة معاشات المواطنين اللي عندهم مشكلة المعاش المبكر عشان يستفيدوا من المادة 165 اللي اتلغت في القانون مع إلغاء قانون 135، وبيدي مجموعة من المزايا. صدر النهارده الصبح بيان صحفي من الوزارة بيفصل هذه المزايا وبيقول وحاطط جدول بيقول اللي معاشه 70 جنيه هيبقى 477 جنيه، اللي معاشه 100 جنيه هيبقى كام، اللي معاشه 200 جنيه هيبقى كام. ففي زيادة في من هم خرجوا للمعاش المبكر وكانوا بيعانوا من هذه المشكلة. أيضا بيسمح لصاحب العمل إنه يؤمن على أسرته، أيضا بيسمح للفلاحين ببعض المزايا. فالحقيقة بعض التعديلات اللي شفنا إنها كانت من المزايا المهمة في قانون 135 اللي اتلغى، فدخلنا بهذه التعديلات لمجلس الوزراء. ولكن الإصلاح الحقيقي لنظام التأمينات والمعاشات هيبقى في القانون الجديد، قانون التأمينات الموحد اللي بنشتغل عليه، اللي أيضا من القوانين المهم جدا إنها تصدر من مجلس النواب. إصلاح منظومة المعاشات مرتبط بإصلاح منظومة الأجور، لأن إحنا معاشاتنا متدنية، لأن الأجر اللي بنأمن عليه أجر متدني اللي هو الأجر الأساسي. الحاجة الثانية إنه إحنا كمان عندنا لازم نبقى عارفين ونبقى واعيين ان انه من ساعه الثوره المعاشات زادت 60%. هذا العام الاجور زادت 10% فقط على الاجر الاساسي، مما كلف الدوله 3 مليار فاصل 5، ولكن المعاشات زادت 20% على المعاش الشامل، مما كلف الدوله